يعطيكم العافية أحبابي، وأهلا وسهلا فيكم في مطبخ موديز كيتشن. وصفتنا لليوم راح تكون دجاج تندوري، وصفة كتير زاكية وكتير طيبة ومميزة كتير كتير كتير. تابعوا الفيديو للأخير وتتابعوا كل الملاحظات اللي أنا بحكيها، ويلا نبلش وصفتنا مع بعض. ويلا حبايبي نبلش وصفتنا. مثل ما حكيت بأول الفيديو بدنا نعمل دجاج التندوري، دجاج كتير زاكي وكتير طيب. أنا عندي فخدات هون منزوع الجلد، مهم جدا إنه نقيم الجلد حبايبي. عندي مجموعة بهارات أكيد راح أحط لكم إياها في صندوق الوصف مثل كل مرة حبايبي. ونخلط كل المكونات البهارات مع الدجاج، وكتير مهم لو تعملوا هاي الخطوة قبل بيوم أو قبل بوقت، يعني ساعتين ثلاثة، بتعطيكم نتيجة كتير أحسن وكتير أفضل للحمة أو الدجاج بشكل عام. فنخلط كل المكونات. أنا راح أخليها ترتاح فترة. حطينا اللبن بيطري اللحمة وبيعطيك نتيجة يعني كتير منيحة للحمة أو الدجاج، بيطريها كتير منيح. خلط كل المكونات مع بعض. وعلى فكرة احنا الدجاج راح نحطه بالفرن شوي، أكيد هم يعني بالطريقة الهندية الأصلية بيحطوه بالتنور، بس احنا بنحطه بالفرن، او فيكم تعملوه على يعني على الفحم تشووه كمان بيعطيكم نتيجة كتير زاكية وكتير افضل بكتير. خلط كل المكونات. انتم لو تشوفوا الريحة يعني جد رهيبة، ريحة البهارات فظيعة حبايبي، لانه الاكل الهندي او المطبخ الهندي بيعتمد كتير على البهارات. ف يعني جد عشاق الأكل الهندي هاي الدجاج على الطريقة هاي كتير زاكية وكتير طيبة. بعد ما خلطت أنا كل الدجاج مع البهارات راح أخليها ترتاح. طبعا تقريبا خليتها 3 ساعات. فيكم تخلوها زي ما قلت لكم قد ما بدكم وقت، بتعطيكم دايما نتيجة أفضل. الدجاج راح أحطه أنا بالصينية، لأنه قلت لكم راح ندخله للفرن، بس فيكم تشووه يعني على الفحم زي ما بدكم. هون عندي صينية حطيت شرحات بصل، ما كترت كتير بصل، يعني يدوب شوية حطيتها في الصينية. وبدنا نصفط كل الفخدات اللي عنا. فيكم حبايبي تعملوها يعني لو عندكم دجاج مقطع كمان فيكم تحطوا، يعني الخيار بيرجع إلكم، بس أهم إشي إنكم تقيموا الجلد. يعني بهاي الوصفة مهم إنكم تقيموا الجلد. أوكي حبايبي نكمل وصفتنا. بدنا نصفتهم كلياتهم، وبعدين بدي أنا أدخلهم للفرن. بس ملاحظة حبايبي أنا هون ما رح أحط كتير مي. قولوا لي ليش؟ لأنه عنا الخلطة فيها اللبن، واللبن بيطلع منه كتير سوائل، فهون أنا ما رح أضيف مي كتير، يعني يدوب ربع فنجان مي، يعني ربع فنجان قهوة مي، مش كتير. وحتى فيكم تستغنوا عنه كمان لأن هالوصفة ما بتيجي يعني فيها مي. أوكي حبايبي. كمان ملاحظة تانية، الفرن دايما يكون سخن قبل ما نحط أي أكل بالفرن. أوكي. غطيت أنا دايما زي ما بحكي لكم بورق المطبخ، مهم جدا قبل ورق القصدير. وبدي أدخله الفرن، ما بياخد كتير وقت، يعني دوب ساعة ساعة وربع ماكسيموم. بعديها بدنا نشيل. شوفوا هون المية اللي طلعت يعني جد، عشان هيك قلت لكم ما تضيفوش مي، فيكم تستغنوا عنها المي كمان شوية هاي اللي أنا ضفتها. وبعدين بنرجعه للفرن نحطه ياخد هيك لون وتنشف كل المي اللي عنا. وهنا أنا قدمته مع رز بسمتي، سوري مش رز بسمتي، رز حبة القصيرة مع شعيرية. الوصفة ما بتيجي مع رز بشعيرية، أنا هاي يعني خيار من عندي أنا، فأنتم فيكم تستغنوا على الشعيرية بهاي الوصفة يعني. فأصل الوصفة ما بيجي الرز فيه شعيرية، وفيكم تاكلوها تغميس كمان مع الخبز. وصفة كتير زاكية وكتير طيبة، وجد جربوها، أنا متأكدة رح تعجبكم، خاصة الناس اللي بتحب كتير الأكل الهندي والأكل اللي يكون شوية سبايس وفيه كتير بهارات. فجربوا الوصفة ورح تحبوها حبايبي. وهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم، الدجاج تندوري. وصفة بتاخد العقل وكتير طيبة وكتير زاكية. جربوها واكتبوا لي آرائكم، دايما بتهمني زي ما بحكي لكم كل مرة. وما تنسوا كمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة موديز كيتشن، وإن شاء الله في فيديو جديد.